بنت، وفي نفس الوقت صور على باب الثلاجة لعائلة محمود زي ما انتم شايفين. لو سمحتي يلا خلاص. بدي اتمكن اعطيهم لعائلة محمود بعد ما نعرف وين مصيرهم. طبعا هذه ذكريات ال 48 اللي كانوا يحملوا اوراقهم ويطلعوا، بس انا مش حامل اوراقي. طبعا البلديه للكل يعلم البلديه لازم تعطي مجال انه ياخذوا اوراقهم، ياخذوا اغراضهم الناس، ولكن هناك قانون. اذا في مجال تعملوا الكيسين هذول كيسين اواعي برضه للعائله. كيس معاه نوصل لهم اياهم اذا سمحتوا. اواعي اغراض الناس راح تروح لا بس اشوف وين مصيرهم. وشنطة بنته زي ما انتم شايفين. من المطور ده اذا سمحت. ابو الانس خلص ابو الانس ثواني بنحملهم يعني ما بتغير هيك. ابو الانس ايش حامل؟ حامل ذكريات 48 الناشط المقدسي محمد أبو الحمص يحدثنا عما جرى مع عائلة صالحية. نعم زي ما انتم شايفين لازم يجلس هذه الجلسة على بيته المهدوم اللي هي عائلة الصالحية، نفسه محمود أو مرته أولاده، ولكن تم اعتقالهم وإبعادهم. زي ما انتم شايفين جالسين على ركام بيته اللي زي الزلزال انضرب. وشوفوا الكتب، شوفوا المكتبة، شوفوا أواعيهم، شوفوا الدمار، شوفوا ذكرياتهم، صورهم. لازم هناك تحرك من اجل ايقاف عن جهه الاحتلال باتجاه اهالي القدس بشكل عام لعدم تهويد القدس. مأساة بناشد جميع مؤسسات حقوق الانسان التدخل بالعالم من اجل الحفاظ على ما تبقى فلسطيني مقدسي بالقدس.